تم تحرير المنطقة بالكامل. واضح سلمت؟ أليست هذه صورة الدكتورة جوانا؟ إيه. سمعت أنها سوف تتزوج قريبا. صحيح، وأتمنى أنا وأبويا نحضر زواجها. سننظر في هذا الأمر. تنطيني موبايلك أو موبايلي أطمن عليها، هسه كلش قلقان عليها. بعدين بيوم من الايام كنت انا مسافر برا تل احفر، وسمعت من الاخبار بانه داعش طبوا على تل احفر وكتلوا كل اهلي، امي ابوي اخواني. انا عمري ما راح انسى اللي صار بينا، وراح يبقى محفور جوا قلبي من نال لحد ما اخذ بثار اهلي وثار شكو واحد قتله داعش. كلامك صحيح، لكن برأيي الثار ما لازم يكون شخصي. هذا الثار ثار العراق كله. ما كان عندي طريقة ثانية أنقذ بيها بابا إلا أوافق على الزواج. توافقين على الزواج؟ كريستين، تعرفين إذا أبوك يسمع هذا الخبر يموت من القهر؟ هو وعدني يخليني أشوفه وأطمن عليه ويحضر زواجنا بعد. وأنت ببساطة صدقتي. وهي ست كريستين شو تقدر تسوي؟ أنا عايشة على هذا الأمل. لا لا ما قدرت تشوفه؟ لا، حاولت كثير بس فشلت. كريستين، أي شيء تحتاجيه تطلبيه من عندي، اعتبريني بمثابة الوالد، ماكو داعي تخجلي من عندي. وبحاجة فلوس. شلون مو محتاجة فلوس؟ الدواعش كل شيء أخذوا من عندنا، فلوس وذهب وحتى موبايلات. شنو هاي المرة اللي جبتيها يا أم الوليد وتريديني أخلف منها؟ شبيه المرة يا أبو الوليد؟ شبيه المرة يا أبو الوليد؟ تسأليني؟ هاي المرة انباعت في سوق السبايا 10 مرات. خسارة الفلوس اللي اشتريتيها بيها. هو هذا اللي مزعلك؟ لو المرة ما جتي على مزاجك. هي المرة شكلها العياذ بالله خلقة ربنا يا أبو الوليد، راح تعترض على خلقة ربنا؟ يا مولانا المفتي وقاضي القضاة. مفتي وقاضي القضاة، بس ما مغصوب على شيء. رجعي، أنا ما أحتاجه. ها؟ الله يرجعها لنا بالسلامة. أنت ما راح تروحين تعيدين ويا أهلك؟ شلون أعوفك وأروح؟ هو أني قليلة أصل، باكر الصبح أروح لهم معايتهم وأرجع لك بسرعة. سلمي لي عليهم. لا. من أين أتيت بهما؟ وجدتها عند أحد منازل الذين قبضنا عليهم، فخبأتها هنا وقلت أتيها إليك في هكذا يوم سعيد. حبيبي أنت يا أبا عمرو، أنت الوحيد الذي يفهمني في هذه الدنيا. اشرب معي. لا لا لا، العياذ بالله، لولا محبتك لدي لن ألمسها قط. يا أبا عمرو، نحن نصوم ونصلي ونجاهد في سبيل الله لإقامة الدولة التي يرضى عنها الله، أيحاسبنا على كنز؟ ثم ألم تقرأ لبعض الفقهاء الذين يحللون الحشيش والخمر لأسباب مختلفة، مثل المخمر والمقطر وحد الخمر وحد السكر إلى آخره؟ اشرب. إذا هكذا تؤخذ الأمور، إذا لما نمنع الذين يدخنون السجائر ويشربون الخمر ونقدمهم للقاضي حتى يحكم على بعضهم بالإعدام؟ في هذا يسأل القاضي. نشرب الآن.
كل عام وانتم بخير. يا عيد، دول يعرفون عيد. أنا خلقان على بنتي وأتمنى أطمن عليها. الياس، ما دام أنت بخير إن شاء الله هي بخير. من ساعة ما هذا الذباح طلب مني الطلب اللي طلبه ما أجى مرة ثانية ولا شفته. يعني إيش راح يسوون بينا؟ ها؟ يعدمونا؟ لو يخلونا هنا نموت بهذا السجن؟ انت تعالوا ويانا. وين ماخذيني؟ تعال يا حزب عكافنا. وين؟ هذول وين ماخذيهم؟ يعدموهم؟ أكيد مثل اللي قبلهم أخذوهم وما رجعوهم. يا ترى متى يوصلنا الدور؟ معقول عدموهم بيوم العيد بهاي الطريقة؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. أيامكم سعيدة. أيامك حبيبي. كل عام وانتم بخير. وانتم بخير. شكرا باباتي. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. أهلا ها بنتي، وين كنتوا؟ كنا بالسوق والدكتورة اشترت لي بدلة وحذاء جديد للعيد. اي صح، وجابت ملابس كلش حلوة، الخالة زينب وخالة سعدية. الله يبارك فيك بنتي. ليش هيك حبيبتي؟ علي ما كلفتي نفسك؟ ليش واحنا إلنا نفس نلبس لون عيد؟ اي والله ما إلنا نفس لا نعيد ولا نفرح. هسه أنا لو بس أسمع خبر صغير على شيخ ذنون قلبي يبرد. إن شاء الله تسمعين خبر حلو. إن شاء الله. وأنتي بنتي زينب بعد العيد مباشرة تراجعين دائرة الصحة حتى يشوفوا لك تعيين هنا بسنجار. ليش عمو؟ شنو بعد ما راح أرجع الموصل ورا ما احتلوها؟ بنتي الموصل وضعها صعب الآن، بس طبعا ما راح يبقون بالموصل، أكيد راح ترجع. يا رب. أني هم راح أنقل من الموصل لسنجار، إن شاء الله نكون سوية بنفس المستشفى. لن تفلتوا من قبضة الأسود، نحن الرعاة لسيرة الجدود. بالماء نغرق كل من يقوى على عصياننا، نطعمه للدود. بالنار نشويكم وننفي ذكركم، لنقيم حدا أعنف الحدود. هذا أمام الله عهد أميرنا، يوفونه حفاظة العهود. تراقبني؟ أنا لا أراقب، أنا أحب أن أطمئن عليك وعن سر زيارة الغريب لك. العم كوا مو غريب،
هو صديق بابا ومقام والدي، كان جاي يطمن علي. شبعانة. بالمناسبة اتصلت بأم الوليد وأخبرتني أن فستان الزفاف سيكون جاهز الليلة. معنى هذا أن عقد القران سيكون غدا إن شاء الله. هاجر، إيه؟ هذا سبب للسعادة. سوف ترين والدك ويحضر عرسنا وننفذ الاتفاق. بالمناسبة الدكتورة صاحبته اتصلت أكثر من مرة ولم أرد عليها حتى لا تقلق عليك. هسه بيكون مشغول بالها. تستطيعين أن تطلبيها الآن، ولكن لا تخبريها بموضوع زواجنا ولا بما حدث لوالدك. افتحي السماعة الخارجية. كريستين، شو اخبارك حبيبتي؟ اشتقيت لك هواية. وأنا اشتقيت لك. انت زينة؟ قلقتيني عليك. شنو بموبايلك؟ كان عطلان. المهم انتو بخير. وشلون عمو الياس؟ سمعت اخبار مو كلش زينه بخصوص المسيحيين بالموصل. انا وابويا بخير، وجنود الدولة الإسلامية سمحوا لنا نبقى بالموصل. زين، ما تتصورينش قد خفت عليكم. لا اطمني. ليش ما تجون انتي وعمو الياس هنا؟ تعالوا يمنا، عرسي بعد يومين ولا نسيتي؟ لا ما نسيت، إن شاء الله نجي ونبارك لك بعد. أو تجين أنتي بعد زواجك وتقضون شهر العسل هنا. ارتاحتي هسه؟ كل شيء غلط. يعني ليش الدواعش رح يسمحون لعمو الياس وكريستين دونا عن كل المسيحيين بالموصل يظلون قاعدين؟ ليش؟ بعدين صوتها غريب. واخر المكالمة قالت لي تعالي اقضي شهر العسل بالموصل، وهي تعرف كلش زين اني هذا المكان بالذات مستحيل اقضي فيه شهر العسل بعد كل اللي صار. أنا متأكدة كل شيء غلط. مبارك يا عبد الله، مبارك 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 يا ابو عبد الله، بالرفاع والمدينه يا ابو عبد الله، مبارك عليك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ارتاحي، مد يدك بالهنا والشفاء. مو جوعانة. وين بابا؟ انت ليش مستعجلة؟ ها؟ ابعت اجيبها حالا.
تعال قم. ليه ما فينا؟ انت تسكت ولا افرغها في صدرك. شنو تريد تاخذوه حتى تعدموه؟ حال اللي عدمتوهم خبل. حرام عليك والله حرام. هذا مو عدل، مو عدل. ما اجا بابا، وانت وعدتني انه رح يحضر ليلة زواجنا. وأنا عند وعدي لك رح أجيبه بنفسي حتى يشاركك فرحتك يا بنت القاضي. شنو هذه البدلة اللي أنت جايب لي إياها؟ هذه البدلة التي ستحضر بها زواج ابنتك. ومنو قال لك أنا راح أوافق أزوجك بنتي؟ موافقتك ليست مهمة. بنتي مستحيل توافق أن تتزوجك. عقدنا العقد والحمد لله. هي أعقل منك، في انتظارك كي تبارك وتهني. وأنا ما خايف، وأنت لو تريد تقتلني ما حد يقدر يمنعك، لكن اترك بنتي تطلع من الموصل لأن هي ما إلها أي ذنب. ليس من حقك أن تطلب أي شيء. أنا وحدي من يقرر في أمرك أنت أو ابنتك. ابتعد عن بنتي وطلعوا من بيتي. خذوه. وينه؟ والدك راح يجهز وجاي ورايا. جبت له بدلة آخر بداعة. والد العروسة لازم يجي يقول لبنته ألف مبروك. وصل والدك. وين بابا؟ موجود. مدام وعدتك يبقى لازم انفذ وعدي. لماذا طلبت منك أن تلبسي فستانا أسود؟ لأنه كان عنيدا، ما كان ليوافق أبدا على زواجنا. وأنا أعرف لماذا كان يجوعني
يبارك. معقولة اللي سواه أبو عبد الله بالقاضي النصراني؟ طول عمره قلبه ميت، ومن المجاهدين اللي ربنا حط بقلوبهم القوة والشجاعة في سبيل نصرة الإسلام ودين الحق. ما راح استغرب ذا يجي يوم ويصير خليفة المسلمين. لهذا السبب ما أريد أزعل بشيء. أقول ما سمعت عن غزوة جديدة لإخواننا المجاهدين؟ لا والله، احنا ظروف مهيئة للدولة الإسلامية تكبر وتتمدد وتأتي لنا بالغنائم والخير الكثير. غصب عني يا حاج، أنا ما ضميت للدواعش إلا بعد ما انسدت الدنيا بوجهي، وجنود الدولة الإسلامية أخذوا كل فنادق الموصل. كان جيت لي مثل ما جماعتك جو علي وما قصرت وياهم. سمير، لو تريد أصيحك باسمك الجديد أبو الجابر المصلاوي، كنيتك الجديدة بداعش. أنا خجلت أمد لك إيدي يا حاج بعد ما جنود الدولة أخذوا الفندق. بعدين أنا أطمنك، أنا أشتغل وياهم شغل إداري، يعني لا أقتل، لا أذبح، لا أسوي شيء يغضب رب العالمين. المشاركة وياهم والعمل وياهم مهما كانت صغيرة هي تغضب الله سبحانه وتعالى، لأنه تأييد لهم ضمنا. أنا آسف يا حاج، ما أريدك تزعل مني، بس أنا عندي خبر سيء سمعته من جماعتي وقلت لازم آشي وأبلغك بيه. خبر شنو؟ تدرين شنو أتمنى؟ تجي باكر كريستين وتحضر عرسك. ما أتوقع تجي، موبايلها انغلق مرة ثانية. هي أكيد ما راح تتأخر عليك، انتي لازم يصير عندك طفل واثنين وعشرة وانا اربيهم لين تدرين بي احب الاطفال. من تصيرين انتي عروسة جيب 22 وهي بعد. لا قيس، لا تروح للعرس وتعذب نفسك. هذا العرس ممكن يكون آخر مرة أشوفها بيها، لأني ما راح أشوفها بعد ما تصير على ذمة رجل آخر. طبعا أنت مصر تعذب نفسك لآخر لحظة، ما تتوب. هذا العذاب راح يكون آخر عذاب، راح يكون السكين اللي أكوي بيها جرحي. حاولت أقاومه بس ما قدرت. مصر يظل جوا قلبي وجوا روحي. مصادرنا السرية بالموصل أكدت لنا هاي المعلومة. يعني داعش راح تتجه السنجار، ولذلك يجب أن نبلغ قياداتنا بهاي المعلومات حتى يبلغون بغداد بشكل رسمي. أنا راح أبلغ القيادة بهاي المعلومة، وأكيد هم راح يتحركوا حسب رؤيتهم. عشت ايدك. ليش ما لابسه الزي الشرعي؟ ليش ما مغطي وجهك؟ شلون تريدني اكشف عن المرضى واني مغطيه ايدي ووجهي؟ هذا شرع الله. هذا شرعكم انتم، رب العالمين يقول يسر ولا تعسر. من رخصتك عندي حالة ولادة متعسرة. هذا اسم قرية الدكتورة جوانا. عاشت ايدك. وحساب الدكتورة السافرة بعدما نهوت. إن شاء الله سنوفق بنصر جديد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. صراحة أنا لما سمعت بهاي الأخبار رحت على كبير الدواعش وسألته وحكى لي كل شيء. إيه؟ إيش حكى لك؟ إيش قال لك؟ قال لي خلي اليزيديين يطمنون ما عندنا شيء وياهم. قالوا إحنا جايين على الجيش العراقي واليزيديين تحت حمايتنا، هيك قال لي هو. إيه بس مع هذا هواية ناس طلعوا من سنجار. إيه بس أنت حضرتك يعني هم لازم تطمنهم وتقول لهم ما عليكم شيء، إيه هم يصدقون بيك. أنت متأكد هم قالوا لك ما راح يأذون المدنيين الأهالي؟ يعني معقولة أعظم عليك؟ ما معقولة والله العظيم لو أكو هيك أخبار كان قلت لك حتى نخلي جماعتنا يطلعون من سنجار. على كل حال تسمح لي أترخص أنا. يا رب الله وياك. أي والله مع السلامة يا رب. والله ما أعرف شنو قصة هاي البنية، من جابوها لليوم وهي مغمي عليها. قومي حبيبتي احكي لنا انت ايش صاير لك؟ ايه الحمد لله قاعدة. فهمينا شنو قصتك؟ بسم الله. لك بابا أنا قلقت ما أعرف شو أسوي. يعني أجل العرس اللي باقي له كم ساعة؟ معقول أجل لما يتحسن الوضع بسنجار ونطمئن؟ لا يا بابا لا تأجل العرس، خاف جوانا تزعل. ألو نعم تفضل سيادة العميد. نعم طيب أنا جاي حالا. مع السلامة سيدي. شكو ايش صار؟ البيشمركة أعلنت حالة الطوارئ وأنا لازم أروح للوحدة حالا. يا جماعة الخير صدقوني الدنيا امان، ماكو شيء جماعة ما يردون من عندكم شيء، ماكو شيء. هم ما جايين عليكم، يقولون جايين على القوات الامنية. افتهمتوا لو لا؟ على القوات الامنية مو عليكم. زين الا اقول لكم جابوا قرآن وقالوا حق هذا القرآن احنا ما جايين على الاهالي. صدقتوا لو لا؟ زين وهسه راح اتاكد لكم بنفسي.